ازيكم يا شباب، ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده اخر حلقه في البري بيزكس اوف نتوركينج، وان شاء الله من المره الجايه هنبدا في البري بيزكس بتاعه الفيرتشواليزيشن. حبيت النهارده ان انا اعمل تلخيص للمواضيع اللي اتكلمنا عنها، وهنبدا الاول نتكلم عن الواير شارك ونعرف هو بيساعدنا في ايه، علشان بس نبص بعينينا كده عن السيفن لايرز اللي اتكلمنا عنها المره اللي فاتت. يلا بينا نشوف موضوع الحلقه النهارده. طيب يا شباب، احنا دلوقتي كتبنا على جوجل واير شارك وفتحنا الموقع بتاعه، وتقدر تنزله من اللينكات دي سواء عندك ويندوز، اوبونتو، ماك، وبتسطبه زي اي برنامج عادي خالص. بعدين اول ما تفتح الواير شارك هيجيب لك الواجهة دي، وبيجيب لك كل الانترنت كاردز اللي عندك واللي عليه ترافيك بيعملوا شبه البيت كده. هتختار الكارت اللي شغال وهتفتح البراوزر عندك، تبحث في جوجل على اي حاجة او تفتح جوجل، وبعد كده هتلاقي الترافيك بدأت تظهر لك. بس حاول الاول تدوس على المربع الاحمر اللي بيبقى فوق علشان خاطر توقف الترافيك فالجهاز ما يسخنش منك. لو بصينا هنا نلاقي ان في سورس وديستنيشن، هنخش نضغط كليكتين على الريكوست ده عشان نبدأ نبص على التفاصيل بتاعته جوه. وزي ما احنا شايفين دلوقتي هو جايب لنا الفريم، وجايب لنا الايثرنت، وجايب لنا الاي بي، وجايب لنا كمان الترانسميشن البورتس وكده. تمام، دول اللايرز اللي هم موجودين من 1 لحد 4. الباقيين التلاتة الباقيين هو بيتعامل معاهم البراوزر. تمام. طيب لو فتحنا الفريم هنا هنلاقي هنا بيتكلم انه ده HTTP، يعني هو عايز صفحة ويب من جوجل، وهو مختار البروتوكول TCP، هو بيتعامل بالTCP هنا. تمام. والبورت 80 HTTP، يعني بورت 80. كويس. بعدين هنفتح الداتا لينك لاير، فهو هنا جايب لي السورس والديستنيشن ماك ادرس، وهنا السورس بيكون الجهاز بتاعي، الديستنيشن بيكون الجيت واي بتاعتي. تمام. بعدين لما نخش على الاي بي بقى هنلاقي ان السورس وديستنيشن اي بي، السورس بيكون جهازي برضو، لكن الديستنيشن بيكون اخر وجهه انا رايح لها، مش اللي عليها الدور زي في الماك ادرس، دي اخر وجهه اللي هي جوجل. كويس. بعدين هنا في الترانسميشن كنترول هو هنا عامل سورس بورت وديستنيشن بورت. السورس بيكون راندوم، انا بخرج من اي بورت عندي، لكن الديستنيشن بورت بيكون السيرفيس اللي انا عايزها من السيرفر اللي انا رايح له، في حالة ان انا اللي عامل الريكوست. كويس. وهنا لو بصينا ورا هنلاقي ان هو الديستنيشن والسورس اختلفوا، وده معناه ان انا جالي رد من جوجل. وهنلاقي نفس الحاجات برضو، بس بتتعكس بقى. هو برضو البروتوكول HTTP عادي خالص، ولكن الماك ادرس والسورس والديستنيشن اتعكسوا مع بعض، لان ده اللي جاي لي، يعني ده انا طلبت طلب وبعدين ده الرد. بعدين الاي بيات اتعكست برضو، السورس بقى هو جوجل وبقيت انا الديستنيشن بتاعه، يعني الوجهة. تمام. وبرضو كذلك في البورتس نفسها، ولكن اتعكست، بقى السورس 80 اللي هي الخدمة بتاعت جوجل، والبورت بتاعي اللي هو 49688، وده بيكون راندوم، مش محتاج، يعني مش بيكون ثابت، بيختلف من سيشن لسيشن. تمام. لو انت طبقت معايا كل الخطوات اللي دلوقتي عملي، فانت كنت قربت كتير من النتوركينج. ولما نخش في النتورك بيزكس انت هيبقى فرصة انك تفهم اكتر وتبقى مميز اكتر، اعلى. وساعتها هتلاقي الموضوع بقى اسهل كتير. دلوقتي ممكن ما يكونش اسهل حاجة، مفيش اي مشكلة خالص، احنا لسه هنتكلم في النتورك بيزكس بعمق اعلى من كده، والمواضيع هتبقى بالنسبة لنا ان شاء الله اسهل كتير. آخر فيديو في سلسلة البري بيزكس اوف نتوركينج، واحنا اتكلمنا عن الفكرة بشكل عام، واتكلمنا عنها، ربطناها بالقصة بتاعتنا في البيت، ازاي النت بيشتغل وازاي نقدر ان احنا نتخيله بناء على النت اللي عندنا في البيت. لكن الانتربرايزز هي بتشتغل بشكل هو شوية أعمق، نفس الفكرة بس بتفاصيل أكتر، علشان خاطر الانتربرايز هي بتحتاج سكيورتي أعلى، هي بتحتاج إن هي تفصل أقسام عن بعضها، بيفكروا بشكل تاني مختلف، علشان خاطر بعض الأجهزة بتعمل حاجة اسمها برودكاستنج، إنها بتبعت رسائل كتير مرة واحدة، فعشان لازم نعزلها عشان ما تعملش مشاكل مع الأجهزة التانية.
ده ممكن نتعرف عليه بقى في النتوركينج بيزكس، ده السلسلة الجاية الخاصة بالنتورك. لكن انا حابب اخد الرحلة معاكم مع بعض كده واحدة واحدة، ان احنا نتكلم احنا في الاساس الخطوة النهائية ان احنا عايزين نتعرف على الكلاود اكتر ونبقى بروفيشنال في الكلاود، صح كده؟ انت في الكلاود انت بتمر في نتوركينج، في سكيورتي بيزكس، في فيرتشواليزيشن، في ستورج، كمان بتتعامل مع السيستم ادمنستريشن. ففي شغل كتير قوي في الكلاود، انت تقدر انك تخش على الكلاود وتفهم الكلام ده وانت هناك. بس نفس المبدأ اللي انا بتكلم عليه في البوستس، لو انا قررت اني اخش مجال وانا ما اعرفش كتير الشركه بتشتغل ازاي، يعني ايه سيستم ادمن اصلا، يعني ايه نتورك، يعني ايه الكلام ده كله، هخش هسمع الشغل، لكن هل هيكون حقيقي فاهمه؟ هي دي الفكره بقى، ان احنا بنخش بري بيزكس، بنربط العلم او المعلومه دي بالحياه اللي احنا عايشينها. احنا في الحياه اللي احنا عايشينها دي مثلا اكيد اتعاملت مع ويندوز، اتعاملت مع لينكس لو اتعاملت معاه، فده ربطنا الحياة اللي احنا عايشينها بالتك وبالصناعة وبالشغلانة. فبعدين لما تيجي تخش على الشغلانة هتلاقي الموضوع بقى أسهل، بقى أظرف، بقى أبسط، بقيت فاهم بتعمل دي ليه. تمام. فاحنا خلصنا البري بيزكس بتاع النتورك، اللي عليه الدور هخش على الفيرتشواليزيشن، وهنمشي مع بعض خطوة خطوة كده لحد ما نخلص تماما البري بيزكس. بعدها هنخش الليفل اللي بعده وهو البيزكس، اللي هو بقى هنخش ديب اكتر، هنبدأ نتكلم عن معلومات هي تك اكتر، وهنفهم بقى المعلومات دي احنا ليه بنعرفها. يعني كواحد هو مهتم بالكلاود هيفهم اكتر هو ليه بيدرس حاجة زي دي. تمام. وكمان مثلا بالنسبة للنتورك ممكن واحد يقول طيب انا ممكن اروح اذاكر السي سي ان اي. هل السي سي ان اي كاملة ككورس مفيد؟ طبعا مفيد، لو انت حابب كمان تشتغل في الشبكات هينفعك جدا. طيب هل هو بينفعك بقى في النتوركينج اللي انت بتحتاجها كبيزكس النتورك عشان خاطر مثلا تبقى كلاود انجينير او بروجرامر او اي حاجه من الحاجات دي؟ هنا بقى النقطة، عشان كده احنا هنتكلم عن البيزكس الخاصة بالكلاود وتقدر تستعملها في أي حاجة تانية. أشوفكم على خير، مع السلامة.